الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الأخوة الحاضرين، أخوتي وأخواتي المشاهدين والمستمعين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع قصص القرآن، وما زلنا مع هذه القصة العجيبة، قصة البقرة، وفي سورة البقرة. فنستمع ونستمتع بهذا الصوت الكروان الجميل، صوت عمنا الشيخ سعيد، بارك الله فيك. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. يبقى لما ذبحوها وجاءهم الأمر من الله على لسان سيدنا موسى عليه السلام، اضربوا الميت القتيل بعظم البقرة. فضربوه فأحياه الله، فقال قتلني ابن أخي وعشان ليرثني، وأن هذا صاحب الدار اللي أنا أمامه بريء من دمي، ثم مات بأمر الله مرة ثانية. يبقى لما ضربوه أحياه الله، ضربوه بعظم البقرة. طيب البقرة دي سبحان الله، يعني الأوصاف جاءت على بقرة واحدة. بحثوا في بني إسرائيل فلم يجدوا إلا هذه البقرة. بتاعت مين؟ البقرة دي كان صاحبها ولد غلام يتيم، أبوه ميت، وكان ولدا بارا بأمه. والبار بأمه بمعنى السمع والطاعة العمياء لكل كلام أمه. فالولد هذا كان معاه البقرة، وكانت بترعى في الوادي، سيبها من بعد موت أبيه ترعى في الوادي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، جميلة وشكلها جميل، ولكنها لا تحرث ولا تسقي ولا شغالة على نورج ولا شغالة على ساقية ولا أي حاجة، هي بترعى في المراعي وخلاص. فالولد كان كل شوية بعد ما أبوه توفى، كان كل شوية أمه تقول روح بص على البقرة وشوفها، يروح يشوفها ويرجع. وبعدين قالت له يا ابني الظروف صعبة، خذ البقرة وروح بيعها في السوق. فراح يبيعها في السوق. قال انظر بقى الكلام، قال يا أمه بكم أبيعها؟ قال بيعها ب8 دنانير ولا تزيد. فالولد سمع وطاعة، والسمع والطاعة للوالدين له أجر عظيم في الدنيا والآخرة. الولد راح السوق الشواظف، فربنا أرسل له ملك من الملائكة على هيئة تاجر بيشتري. يا ولد بكم هذه البقرة؟ قال أمي أمرتني. انظر إلى الأدب في تعاملك مع أبيك وأمك. أمي أمرتني أن أبيعها ب8 دنانير ولا أزيد. قال يا بني أمك لا تعرف ثمن البقر، أمك مش بتدخل السوق وتتعامل في البيع والشراء، فأمك ما تعرفش ثمن البقر، وأنا تاجر أمين، وأنا ممكن أخذها زي ما أمك أمرتك، ولكن أنا يا ابني شايف إن البقرة دي ثمنها أعلى من كده، فحرام أبخسك حقك، أنا هاخدها منك ب12 دينار. قال أمي أمرتني أن أبيعها ب8 ولا أزيد. يا ابني بقول خد 12 ما خش 8، يعني خش على أمك وادخل عليها وفرحها إنك أنت جبت لها أكثر من كلامها، وأنا شاطر، بس ما ينفعش أدعي الشطارة على والدي. التنفيذ المطلق والاستسلام للوالدين طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، تقبل بها عبادتك لله، وبغيرها لا تقبل عبادتك لله. قال أمي أمرتني ولا أزيد. قال لا أشتري شيئا
وأبخسهم، أنا ما اشتريش حاجة وأغش الناس، خلاص يا ابني مش هشتريها منك. الولد وقف ما حدش كلمه فيها تاني، رجع لأمه إيه يا ابني؟ قال لها والله يا أمي حصل كذا كذا. قالت ارجع وبيعها ب 12 ب 12 دينار، ب 12 دينار. راح تاني سوق أو تاني يوم جاء نفس الملك بنفس الهيئة، قال أمي أمرتني أن أبيعها ب 12 دينار. ما أنا قلت لك يا ابني، بس على فكرة أقول لك على حاجة. طيب أنا لما روحت والبقرة دي يعني جمالها وهيئتها في دماغي شفت إن ثمنها أكتر من كده، ثمنها حوالي 16 دينار، فأنا هديك فيها أمي. قال أمي أمرتني. أنا مش انظر إلى الكلام، ما قالوش بقى ده أنا هبيعها لك زي ما أنت قلت السوق الماضي، لا، قال له أبيعها بما أمرتني به أمي. قال بس يا ابني أنا فكرت طيب هي تساوي 16. قال لا أخذها إلا بما أمرتني أمي، لا أبيعها إلا بما أمرتني أمي. قال وأنا لا أشتري شيئا وأبخس ثمنه. راح رجع لأمه ثاني وقص عليه، قالت يا بني هذا ليس ببشر، هذا ملك، وهذا أمر من الله سيأتي، فاذهب إليه وقل له أمي أمرتني أن أقول لك بما يأمرنا الله أن يبيعها. الموضوع بقى خارج عن الإرادة البشرية، إحنا يا ابني تخطينا الحاجز البشري بسبب طاعتك لأمك وامتثالك لأمر أمك، حتى وإن كان في الظاهر إن كلام أمك فيه خسارة ب 12 والرجل يأخذ 16. فذهب فوجده فقال له أمي تقول لك أمرتني أن أقول لك بما يأمرنا الله أن يبيعها. قال إن الله يأمرك أن تمسكها عندك، فسيحدث أمرا في بني إسرائيل وسيأتون إليك فلا تبيعها إلا بملء جرابها ذهبا. شفت بقى؟ يبقى هو لو من الأول أمه قالت له 8 هو خد 12، كان 12 وخلاص، وادعى الشطارة وأنا جبت أحسن من ما أمي أمرتني به، أمي ما تعرفش حاجة وأنا أعرف كل حاجة وأنا تاني شاطر وأنا لكن السمع والطاعة العمياء للوالدين خلوه من 8 دينار إلى وزنها ذهبا. فلما حدث فعل هذا الرجل في بني إسرائيل وربنا دلهم على نفس الأوساط ذهبوا إليه فقال أبيعوها لكم بملء جرابها ذهبا، فاشتروها بملء جرابها ذهبا. فلما ذهبوا فذبحوها وما كادوا يفعلون، كانوش عايزين يعملوا ويذبحوا، يعني سبحان الله وما كانوا، يعني برضه حتى بالأوامر والنواهي ويروح يا موسى وكلم ربك وادع لنا ربك، فذبحوها على مضض عن كراهية لأمر الله، فذبحوها وما كانوا يفعلون. يبقى هم ربنا كشف لهم الجريمة، وفي نفس الوقت الولد فاز بسمعه وطاعته لأمه بأن أخذ بملء جرابها، بملء الجلد بتاعها بوزنها ذهبا، وذهب وصار أغنياء بني إسرائيل. هذه قصة البقرة التي وردت في سورة البقرة، وإن شاء الله لنا قصة جديدة من قصص القرآن مع حضراتكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.